لسه مكملين في كتاب الخطط اللي بيكشف لك ازاي العالم حوالينا مش دايما ماشي بالنوايا لكن بالمصالح، بالعقول وباللعب النظيف اوقات والمش نظيف اوقات تانية. في الحلقة دي هندخل في مرحلة جديدة من القوة، مش بس ازاي تحمي نفسك، لا ازاي تتحكم في اللعبة نفسها، ازاي تبقى انت اللي بتحرك الشطرنج مش مجرد قطعة في اللعبة. وهنختم بحاجة غالية قوي، انك تبان كريم وسخي بس من غير ما تطلع غبي او سهل التلاعب بيك. ال10 قوانين اللي معانا النهاردة دول عبارة عن توليفة عبقرية، لو لعبتها صح مش بس هتبقى لاعب قوي، لا ده انت اللي هتكتب قواعد اللعبة بنفسك. القانون 31 بيقول لك سيطر على الاختيارات وخلي الناس تلعب بالكروت اللي انت مديها لهم. الفكرة هنا مش انك تمنع الناس من الاختيار، الفكرة انك تخليهم يختاروا بحريتهم بس من اختيارات انت اللي محددها. يعني تديهم احساس ان هم احرار لكن في الحقيقة هم بيتحركوا جوه اللعبة اللي انت حاطط قواعدها. السلطة الحقيقية مش انك تتحكم في الناس، السلطة الحقيقية انك تخليهم يختاروا اللي انت عايزه وهم فاكرين انه اختيارهم. يعني لو مثلا انت مدير فريق وعايز موظف يشتغل في مشروع معين بس لو فرضت عليه ممكن يرفض او يتضايق، فالحل ان انت تقول له ايه؟ معانا مشروعين، واحد تقيل شويه لكن هيفيدك جدا لقدام في الاداره، والتاني اسهل بس ما فيش فيه تحديات، تحب تمسك اي واحد. في الحاله دي انت حصرته بين اختيارين لكن الاثنين من ناحيتك صح، لانك ضمنت انه هيسيبك من باقي الاختيارات اللي اصلا مش موجوده. في العيله ابنك عايز يخرج وانت عايز تحدد الوقت، بدل ما تقول له لا ما تخرجش قول له تحب ترجع الساعه 8 ولا 9 بس لازم تكون نايم بدري عشان عندك مدرسه. هو هنا يعني هيختار بس ضمن اللي انت شايفه مناسب. اول درس نتعلمه من القانون ده انه بيقول لك خليك دايما الناس تحس ان عندهم حريه حتى لو انت المتحكم في حدودها. ده بيقلل المقاومه وبيخليهم يندمجوا في القرار وكانهم اصحاب الفكره. الدرس الثاني، ابدأ أي خطة دايما بأنك تحط احتمالات تتحكم فيها مش تنتظر الظروف تفرضها عليك. يعني ما تسيبش غير كروتك على الترابيزة. من الآخر الخلاصة، لو اديت الناس حرية مطلقة هيختاروا ضدك، لكن لو اديتهم حرية موجهة هيختاروا اللي يخدمك وهم فرحانين ان القرار قرارهم. القانون ال 32، اعزف على اوتار خيالات الناس واوهامهم. البشر بطبيعتهم مش دايما بيدوروا على الحقيقة، هم بيهربوا منها اوقات كتير وبيحبوا يسمعوا اللي يريحهم مش اللي بيصدمهم. القوة الحقيقية ساعات مش في الواقع لكن في الوهم اللي الناس نفسها تصدقه. لو قدرت تفهم الخيال اللي الناس عايشة جواه، سواء حلمهم او هروبهم من خوف او املهم في بكرة، وقدمت لهم ده، هتمتلك قلوبهم قبل عقولهم. يعني مثلا رجل اعمال بيبيع كورسات بيقول لك اتعلم شغلة جديدة وهتبقى مليونير في 3 شهور من غير راس مال ومن بيتك. الناس عارفة جوه نفسها ان ده صعب بس بتحب تحلم وبتشتري الكورس مش لانه واقعي لكن لانه بيعزف على خيالهم. مثلا واحد او واحدة دايما يقول للي قدامه كلام كبير، انت الشخص اللي انا كنت بدور عليه طول حياتي، انا شايف فيك اللي عمري ما شفته في حد تاني، رغم انه ممكن يكون لسه متعرف عليه امبارح. لكن الطرف التاني بيصدق الخيال لانه محتاج يسمعه. مثلا في سياسيين شاطرين بيكلموك عن وطن عظيم، مستقبل مشرق، رخاء، تعليم ببلاش، صحة 5 نجوم، حتى لو على المستقبل بعيد، لكن هم بيكسبوا الجماهير لان هم بيعزفوا على الحلم الجمعي. اول درس، ما تخاطبش الناس بالمنطق بس، خاطبهم بالحلم، بالامل، باللي نفسهم فيه. المنطق بيقنع لكن الخيال بيسيطر اكتر. الدرس الثاني، اعرف الناس خايفة من ايه وبتتمنى ايه واشتغل على ده. لو فهمت الخيال الجمعي هتعرف تتحكم في التوقعات والمشاعر والقرارات. الناس مش دايما بتدور على اللي حقيقي لكن دايما بتدور على المريح. لو عرفت تلبي خيالاتهم هيدوك ثقتهم وساعتها هتتحكم فيهم من غير ما يحسوا. القانون 33 بيقول لك اعرف نقطة ضعف كل واحد. كل بني آدم مننا مهما بان قوي أو متماسك عنده نقط ضعف، ممكن تكون خوف، رغبة، طموح،
نقص حاجة عايز يخبيها. الشاطر بقى مش اللي يهاجم من قدام، الشاطر هو اللي يكتشف الزرار اللي بيشغل الإنسان ده ويدوس عليه وقت اللزوم. القانون ده بيقولك ببساطة ما تتعاملش مع الناس كلهم بنفس الطريقة، افهم ايه اللي بيحرك كل واحد وساعتها هتعرف تتحكم فيه. يعني مثلا مديرك دايما بيكشر ومش بيبان عليه حاجة، بس لما تركز تلاقيه بيحب التقدير، بيحب الناس تقول عليه ده قدوة أو قائد ناجح. لو عرفت ده تيجي تقول له بقى قدام الناس بصراحة يا فندم احنا بنتعلم من حضرتك كتير والناس كلها يعني بتتكلم عن اسلوبك، ساعتها هيفتح لك الباب اللي كان مقفول وهيبدأ يسمع لك. اخوك الكبير مثلا بيظهر انه جامد ومش فارق معاه حاجة، بس الحقيقة انه دايما حاسس انه مش واخد مكانته. فانت لو خبطت على النقطة دي وقلت له انت دايما شايل المسؤولية ومحدش بيقدر ده، هتلاقيه بدأ يقرب منك ويسمعك. في العلاقات مثلا ممكن حد بيبان قوي ومستقل، لكن لما تعرف ماضيه تكتشف ان عنده خوف من الهجر مثلا، او لو دخلت من النقطة دي بلطف تقدر تأثر عليه بسهولة من غير ما تحسسه انه مكشوف. اول درس: كل انسان ليه زرار سري، دور عليه من غير ما تبان، ولما تلاقيه يبقى استخدمه بحكمة، مش عشان تدمره لكن عشان توصل للي انت عايزه بأسهل طريقة. الدرس الثاني: اسمع اكتر، لاحظ اكتر، اسأل بذكاء. مع الوقت هتلاقي كل واحد في حياتك بيقول لك نقطة ضعفه بنفسه حتى لو مش بالكلام. الناس مش كتب مقفولة، بس محتاج تعرف فين تفتح. افهم الانسان تتحكم فيه. القانون ال 34 بيقول لك اتصرف كأنك ملك، الناس هتعاملك على الاساس ده. الناس بتعاملك على حسب الطريقة اللي انت بتقدم نفسك بيها. لو دخلت على الناس وكأنك قليل او متردد او مستني رضاهم محدش يحترمك، لكن لو دخلت بثقة وشايف نفسك تستاهل ومش بتستجدي حاجة، الناس غصب عنهم هيحطوك في مكانة عالية. القانون ده مش بيقولك تبقى مغرور، هو بيقولك عيش الدور اللي انت عايز توصل له قبل ما توصل له. الناس هتصدقك لو انت مصدق نفسك. ناخد امثلة. في الشغل 2 بيشتغلوا نفس الوظيفة، الاول كل شوية بيعتذر وبيقول انا اسف لو مش عارف اعملها صح بس انا بحاول، لكن التاني بيقول انا شايف ان الخطوة دي هتنجح ودي خطتي حتى لو لسه مخلصين جامعة. التاني هياخد فرص اكتر والناس هتعامله كقائد. في العيلة مثلا في الخناقات في دايما حد بيخاف يرد وبيسكت، وحد تاني بيرد بهدوء وثقة ويقول رأيه من غير ما يتهز. مين هنا اللي هيتعمل له حساب؟ اللي هيتعمل له حساب اللي شايف نفسه ملك في مكانه، مش اللي بيداري وبيعتذر على وجوده. في ناس دايما شايفة نفسها ان هي مش كفاية او ان هي مش قد حاجة معينة فبتتحط في الهامش، لكن اللي عنده كرامة وشايف نفسه يستحق المعاملة اللي تليق بيه هو اللي بيتحب وبيتقدر حتى لو ما اتكلمش كتير. الدرس الاولاني بيقول لك الثقة مش لازم تكون بسبب، ساعات لازم تتلبس كده زي الجاكيت لحد ما تبقى طبيعتك. لو استنيت الناس تقول انك تستاهل فانت هتفضل مستني. قول لنفسك الاول والباقي بعد كده هيقتنع. الدرس الثاني: ما ينفعش تطلب الاحترام، لازم تفرضه من غير كلمة، عن طريق تصرفك مش صوتك، لبسك مش شكوتك، وجودك مش وجود غيرك. الخلاصة انت مش مضطر تكون غني او مشهور او مدير عشان تبقى ملك. التصرف الملكي بيبدأ من جواك مش من اللي حواليك. لو انت مصدق انك تستحق فالناس هتصدق برضه. القانون ال 35 بيقول لك اتقن فن التوقيت. مش كل حاجة وقتها دلوقتي، ومش كل رد فعل لازم يحصل حالا. القوة مش في السرعة، القوة في التحكم في الوقت. اللي بيعرف ينتظر اللحظة المناسبة يكسب، واللي بيتسرع بيخسر حتى لو كان معاه كل أدوات النجاح. اللي بيتحكم في التوقيت بيتحكم في اللعبة. في موظف متضايق من مديره فقرر يواجهه وهو غضبان، النتيجة خبط الدنيا كلها واتهزت صورته. لكن واحد تاني استنى لما المدير يكون في مود كويس واستعد كويس قبل المواجهة فكسب احترامه وطلع اللي جواه بس بذكاء وفي الوقت الصح. ليلة في وسط خناقة عائلية اللي بيتكلم وهو متعصب دايما بيقول كلام بيندم عليه بعد كده، لكن اللي بيسكت شوية وبياخد نفسه كده وبيفكر يختار اللحظة اللي ممكن يسمعوا له فيها مش يهاجموا فيها. في العلاقات مثلا في شخص قرر يعترف بحبه بسرعة قبل ما يفهم الشخص التاني أصلا فخسر العلاقة قبل ما تبدأ. لكن
اللي بيقرب شوية بشوية وياخد وقته في بناء الثقة هو اللي بياخد فرص حقيقية تدوم. أول درس: الاستعجال عدو النجاح. اللي عنده قوة حقيقية عمره ما يستعجل، لأنه عارف إن الفرصة الصح هتيجي وهو مستعد ليها. الدرس الثاني: التوقيت مش بس في الأفعال، ده كمان في السكوت. ساعات الصمت في وقته بيبقى أقوى من أي كلام في غير وقته. الشاهد من الآخر من القانون ده إن الزمن مش دايما عدوك، ساعات الزمن بيكون سلاحك لو عرفت تستخدمه صح. اللعبة مش مين يتحرك أسرع، اللعبة مين يعرف يتحرك إمتى. ودايما يقولك ما تاخدش قرارات وانت في حالة غضب، وما تديش وعود وانت في حالة فرح. تأنى كده وفكر بعقلك كويس واحسب النتائج المترتبة والعواقب قبل ما تاخد أي قرار سواء سلبي أو إيجابي. القانون 36 بيقولك احتقر ما لا تستطيع امتلاكه، التجاهل أقوى انتقام. القانون ده بيقولك ببساطة لما تبقى عاجز عن انك توصل لحاجة او شخص ما تبانش انك متضايق او مكسور، لا بالعكس، تجاهله تماما كأنه مش موجود. ليه بقى؟ لان الاهتمام بيكبر الحاجة، بيخليها باينة اكتر، واحيانا بيزودها قوة عليك، لكن التجاهل بيدفنها. اللي يوجع فعلا مش السب ولا المواجهة، اللي يوجع هو انك تتجاهله كأنه يعني ملوش قيمة اصلا. في الشغل زميلك خد ترقية كنت انت مستنيها، لو فضلت تتكلم عنه وتشتكي من المدير هيبان انك غيور وضعيف. لكن لو ركزت في شغلك ووريتهم شغلك من غير ما تعلق، هيبدأوا يشكوا انك اكبر من المناصب دي اصلا. ايه ده؟ ايه الراجل ده اعلى من انه يبقى مدير. في العيلة في قريب مثلا بيحب يغيظك ويتدخل في حياتك، لو كل مرة بترد عليه هو بيكسب الجولة. لكن لو كل مرة بتضحك وتسكت او تغير الموضوع هيحس انه بيكلم نفسه، وهيفقد المتعة في انه يستفزك. بأي علاقة مثلا حد رفضك او خذلك، الرد العنيف او العتاب الكتير بيخلي شكلك محتاج ومكسور. لكن انك تعيش حياتك وتضحك على اللي حصل ده كأن اللي حصل ولا همك ولا أثر فيك، ده بيكون أقوى رد. أول درس: التجاهل مش ضعف، ده فن. في نظرية اسمها فن التجاهل، هنبقى نعمل عنها حلقة بعد كده بالتفصيل إن شاء الله. مش كل حرب لازم تشارك فيها، أوقات أقوى حركة تعملها هي إنك ما تتحركش أصلا، ما تتحركش خالص. الدرس الثاني: الحاجات اللي مش في إيدك ما تديهاش قيمة. الحاجات اللي مش بإيدك ما تديهاش قيمة في دماغك. لما تديها حجم أكبر من حجمها فأنت هنا بتأذي نفسك مرتين، مرة لأنك ما أخدتهاش، ومرة لأنك عبرت عن قهرك وإنك مقهور. يعني الخلاصة: مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة تترد عليها. في حاجات قوتك فيها إنك ما تبصش ناحيتها أصلا، واللي مش ليك ما تفكرش فيه، واللي مش هتوصل له ما تحطوش فوق دماغك. وندخل على القانون 37. قانون 37 بيقول لك اصنع عروضا بصرية جذابة تشد الأنظار. المعنى العميق من القانون ده بيقول لك ان الناس ما بتحبش الكلام الكتير، لكن بتحب تتفرج، تنبهر، تنجذب لحاجة فيها دراما او صورة قوية او مشهد متصور كويس. الفكرة مش بس تقول او تعمل حاجة، الفكرة انك تخلي اللي بتعمله يبقى مبهر، يسيب اثر، يفضل في الذاكرة. القوة اوقات كتير مش في الفعل نفسه، لكن في الصورة اللي بيوصل بيها الفعل. الناس دايما بتتبع اللي بيقدر يعمل شو، حتى لو الشو ده ما فيش فيه حاجة حقيقية، لكن العين بتصدق قبل العقل، والخيال بيكسب الحقيقة كتير. يعني في الشغل لو قدمت فكرة عادية وسط اجتماع ممل محدش هيهتم، لكن لو نفس الفكرة دي عرضتها على سلايدز مبهر كده بلغة جسد وثقة وصوت واضح، مش هتلاقي الناس بس مقتنعة، دي ممكن تكون مصدومة من البرزنتيشن الرهيب اللي انت عامله ده ومن طريقة العرض نفسها مش الفكرة. في العيلة مثلا حد عايز يثبت انه مسيطر في البيت، مش لازم يتخانق، ممكن يعمل حركة صغيرة زي انه يوزع الهدايا في وقت مدروس، او يتكلم في لحظة معينة بس قدام الناس كلها في مشهد يحسسهم انه الكبير. في العلاقات عايز تشد انتباه حد، ممكن تعيش بشكل يخليه دايما شايفك في الصورة الملفتة، لبسك، كلامك، حضورك، طريقة دخولك وخروجك من المكان. الدرس الاولاني: الناس بتنسى الكلام لكن ما بتنساش المشاهد. لو عايز تسوق فكرة
مشروع او حتى تسوق نفسك، لازم تغلف ده في عرض يشد النظر. الدرس الثاني، اصنع الاسطوره حوالين نفسك، ما تبقاش شخص عادي، خليك دايما عندك صوره ذهنيه جذابه حتى ولو بسيطه، المهم تكون محبوكه، ما تبقاش باهت، اظهر، سيب علامه، خلي الناس تشوفك قبل ما تسمعك. لو انت ما كنتش قصه فهتبقى صفحه واتقلبت. قانون ال 38 بيقول لك فكر زي ما انت عايز بس تصرف زي الناس. ايه معنى الكلام ده؟ في دماغك فكر براحتك، تمرد، حلل، عارض، افهم اللي محدش فاهمه، لكن بره خليك مع الجماعه، ما تبقاش غريب او شاذ وسطهم. اللي بيبان مختلف زياده بيتهاجم مش بيتفهم. الناس بطبعها مش بتحب اللي بيكسر المألوف في العلن حتى لو معاه الحق. لو عايز تحتفظ بحريتك الحقيقيه لازم تخبي اختلافك في اللبس، في الكلام، في التصرف، وتبين انك واحد منهم لحد ما يجيلك الوقت الصح. يعني في الشغل مثلا لو شايف ان سياسه الشركه غلط او المدير بيدير بشكل فاشل، ما تطلعش انت بقى تقول الكلام ده في الاجتماعات. احتفظ بافكارك واكسب الثقه الاول، ووقت ما تبقى قوي كفايه خد قرارك وساعتها تقدر تعلن وجهه نظرك. في العيله لو شايف ان تقاليد العيله فيها حاجات قديمه او غلط، ما تعلنش كده قدام الكبار، مع ان ده تصرف طبيعي على فكره، لكن حافظ على تفكيرك وخليه الوقت تقدر فيه تغير من جوه. مع الناس ما تظهرش انك دايما الاذكى او الادهى او اللي هو اكتر واحد بيفهم او اكتر واحد بتحلل كل حاجه. دايما الناس مش بتحب الشخص اللي بيحسسهم انهم مش فاهمين حاجه. الدرس الاولاني، الاختلاف مش لازم يتقال، ممكن يتعاش في هدوء. لو كل مره اعلنت اختلافك هتخسر قبل ما تكسب اي حاجه. الدرس الثاني، الذكاء مش انك تعارض، الذكاء انك تبان طبيعي وتشتغل من جوه. التمويه هنا وسيله لحمايه افكارك وحريتك لحد ما يبقى عندك سلطه حقيقيه. يعني من الاخر فكر براحتك بس خليك لبق، ما تبانش دايما انك ضد التيار حتى لو جواك اعاصير. اوقات السلامه مش في انك تقول الحقيقه وتعلنها، السلامه في لبس قناع المألوف لحد ما تبقى انت اللي بترسم المألوف. القانون 39 بيقول لك لو عايز تصطاد سمك قلب الميه، او اللي هي ايه، حرك المياه الراكده زي ما احنا بنقول. يعني الناس وهي هاديه بتفكر صح وبتحسبها، بس اول ما الاعصاب بتتوتر والمشاعر بتتحكم العقل بيقفل والقرارات بتطلع غلطه. وهنا يجي دورك بقى. لو عايز تكسب خصمك او تخرج حد من جوه لعبته، طلعه بره المود، قلبه، اغضبه، شتت تفكيره، وساعتها هتكون انت بتفكر وهو بيغلط. يعني مثلا عندك منافس على ترقيه مثلا في الشغل، في اجتماع قدام المدير ارمي له سؤال مفاجئ يخليه يتلخبط او ينفعل. لو اتعصب او اتلخبط هو خسر صورته وانت كسبت مشهد قدام الكل. واحد صاحبك مثلا دايما بيستفزك قدام الناس، بدل ما ترد بعصبيه خليه هو اللي يتنرفز وانت حافظ على هدوءك. الناس هتشوف انك ذكي وتقيل وحد داهيه، وساعتها هم اللي هيتحرجوا من تصرفك. في العيله لو في حوار في ضغط زي ورث او قرار مهم، خلي اللي قدامك يغضب ويتكلم من غير فلتر، وساعتها هتطلع منه بكلام يعريه قدام الباقيين. الدرس الاولاني بيقول لك ان وقت الغضب الناس بتكشف نفسها من غير قصد. لو خليت اللي قدامك يخرج عن شعوره هتسمع اللي ما كنتش تحلم بيه وهتكشف نواياه. الدرس الثاني، اقوى سلاح في المواجهه مش القوه، اقوى سلاح هو انك تلتزم الهدوء واللي قدامك بيغلي. اللي يعرف يتحكم في مشاعر الناس هو اللي بيمسك الدفه في النهايه. اللعبه مش دايما بالعقل، اوقات بتتلعب بالاعصاب، ولما الناس بتتوتر خليك انت مركز واخطف الفرصه. اللي بيعرف يقلب الميه من غير ما يتبل هو اللي بيصطاد اغلى سمكه. الغضب بيبين قد ايه انت ضعيف، ده غير انه بيوقعك في غلط بتندم عليه بعد كده. لذلك اغلى نصيحه من القانون ده، ما تغضبش. كل ما اتحكمت وضبطت نفسك وتفكيرك بهدوء وبعقل، كل ما نقط ضعفك واخطائك قلت. القانون ال40 بيقول لك ارفض الاكل المجاني، ده ممكن يكون طعم. الفكره من القانون ده بيقول لك ان اي حاجه ببلاش وراها ثمن حتى لو انت مش شايفه او مش باين ليك.
اللي بيديك من غير مقابل في الاغلب مستني منك حاجه حتى لو هو ما قالكش. المبدا هنا مش عن الاكل، يعني مش عشان مبدا عن الاكل خالص. المبدا انك ما تبقاش الشخص اللي دايما بياخد او بيجري ورا حاجه او ورا اي حاجه ببلاش. ليه؟ لان اللي بياخد كتير من غير ما يدي بيتهان او بيتم امتلاكه، واللي بيقدر نفسه ويصرف عليها بيكبر في عين اللي حواليه. ناخد مع بعض امثله من الواقع. لو في مدير دايما بيعزمك على حاجات كتير او بيديلك مزايا من غير سبب، اسال نفسك هو ليه بيعمل كده؟ يمكن بيحضر لمصلحه او عايز ولائك حتى لو غلط. صاحبك مثلا اللي بيجيب لك كل حاجه ببلاش ومش بيخليك تدفع ولا مره، ممكن يكون بيحاول يسيطر او بيجي بعد كده كل شويه يفكرك بقى انا عملت لك ايه. ممكن يكون عايز مثلا يذلك او يمن عليك. في العلاقات مثلا حد بيديلك دايما هدايا ومجاملات من غير سبب. خد بالك ساعات بيبقى الهدف انه يخليك تحس انك مديون له، وساعتها بيبدا يتحكم فيك. الدرس الاولاني ابو بلاش ليه ثمن، بس مش دايما بتدفعه فلوس، ممكن تدفعه بولاء، بتنازل او بكرامتك. الدرس الثاني استثمر في نفسك، ادفع، اختار وخليك صاحب قرار. لما تصرف على نفسك محدش هيقدر يساومك. وده برضو مش معناه انك تبقى بخيل او ترفض الكرم، لكن المعنى انك تكون واعي. ما تاخدش ببلاش الا لو انت فاهم ايه المقابل. اللي بيعيش على الهدايا المجانيه يبيع استقلاله بالتقسيط. ادفع حتى لو قليل علشان تفضل حر. ايه دي الفكره. وسبحان الله دايما تلاقي اقوى الناس مش اللي صوته عالي ولا اللي بيفرض نفسه. اقوى الناس هو اللي بيفهم اللي قدامه قبل ما يتكلم، اللي بيخلي خصمه يحس انه كسب وفي الاخر يكتشف انه كان بيلعب لعبته. في ال10 قوانين اللي عدوا دول فهمنا ان القوه مش دايما هجوم، دي خطه، توقيت، اختيار متعمد للسقوط اوقات والهجوم في الوقت الصح. افتكر دايما ان القوه مش انك تبان اقوى، القوه انك تسيطر من غير ما يبان انك بتحكم. وما دام وصلت معايا لحد هنا يبقى انت كده وصلت. استناني في الحلقه الخامسه والاخيره من 48 قانون للقوه، والعبها صح. اشوفك على خير. سلام.